الحبايب، مساء الخير. هقول كلمتين من القلب لبعض أبطال دراما رمضان، وأجري على الله، واللي عايز يسمع يسمع، والناس اللي بتتقمص مش هجيب سيرتها لأنه يعني بيحذفوا لنا فيديوهات. آه الفنان أحمد مكي، أرجوك كفاية تضيع 8 سنين من عمرك في الكبير قوي. موهبتك تستحق إنك أنت تقدم وتستحمل كمان إن أنت تقدم أدوار مختلفة تماما عن الكبير. كفاية إنك أنت بعيد عن السينما 11 سنة. حان الوقت إنك أنت ترجع. انت راجل عندك كتير جدا، مش معقول يبقى مسيرتك كلها الكبير قوي. بعد 20 سنة هنقول كان في معانا فنان كبير قوي او في فنان موجود كان بيقدم ادوار مهمة جدا؟ ايه الكبير بس؟ لا. طيب، الفنان امير كرارة، ارجوك يا استاذ امير، انت عارف انا بحبك قد ايه. اقعد مع نفسك، دي اول حاجة تعملها بعد رمضان. هات ورقة وقلم وقول ايه التقصير اللي احنا مقصرينه، مش انت بس، كل الناس اللي انت شغال معاها. التقصير فين؟ المشكلة فين؟ احنا ما بننجحش النجاح بتاع زمان ليه؟ ما بننجحش نجاح كلبش ليه؟ ما بننجحش نجاح الاختيار ليه؟ ما بننجحش حتى نجاح حواري بوخارست ليه؟ ايه المشكلة؟ السنة اللي فاتت سوق الكانتو ما كانش يمكن على المستوى الكبير والنجاح الكبير. السنة دي يمكن انا طلعت وقلت في برامج كبيرة جدا انا بنفسي ان انا براهن على بيت الرفاعي، ولكن للاسف النجاح ما كانش برضو النجاح اللي يخض اللي الناس بتتكلم عنه، رغم انك انت كان معاك نجوم كبار، استاذ سيد رجب واحمد فؤاد سليم واحمد رزق وانت وميرنا جميل، يعني مجموعه حلوه جدا. فارجوك اقعد وشوف ايه، وفي الاخر خالص ارجع لبيتر ميمي كمخرج. انا عارف ان هو اللي كاتب لك المسلسل، لكن ارجع له يمكن تميمة حظك معاه. الفنان احمد العوضي، كفايه شبحنه، كفايه عضلات، كفايه شنب مغطي على بقك بس، كفايه ضوافر كبيره وكلام يعني ولازمات. ارجوك، انت السنه دي انا عارف انك انت نجحت اكتر من السنين اللي فاتت كتير قوي، لكن صدقني انت عندك فرصه عظيمه جدا. لو انت اشتغلت على نفسك اكتر وطلعت فكره محمد رمضان من دماغك هتنجح وهيكون ليك شخصيه متفرده. السنه دي احسن من السنه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها. روجينا، انت هايله وعظيمه وجميله وكل حاجه، ولكن في البطولات المشتركه مش في البطولات المطلقه. انت بتنجحي وبتكوني ظاهره بشكل كبير جدا جدا لما بتشاركي في بطوله عمل. العمل ده انت ونجم، زي ما انت مثلا عملتي في البرنس وعملتي مع غادة برزق قبل كده، وده مش عيب ولا حرام ولا ينتقص منك حاجه. لكن نجاحك حتى في البطولات المطلقه مش زي نجاحك. طبعا انت نجحتي، ممكن يكون السنه اللي فاتت نجحتي بشكل كبير جدا، والسنه دي ممكن يكون برضو نجحتي، لكن مش بالنجاحات الكبيره اللي احنا بنشوفها لك في البطولات المشتركه. في مقوله او حكمه بتقول: ان تكون فردا في جماعه الاسود افضل من ان تكون قائدا للنعام. خديها زي ما هي كده، وانت عارفه انا بحبك قد ايه. الفنان رامز جلال، كفايه بقى ان انت فاضل عايش في دور البلياتشو المهرج. كفايه بقى انك انت فاضل عايش في آه، دور الارجوز. انت ممثل، انت خريج معهد فنون مسرحيه، انت عضو نقابه المهن التمثيليه، انت راجل كوميديان. الكوميديا مش انك انت تكون عايش طول السنه انك انت تعمل برنامج ومدفوع والناس عارفه ان هي رايحه وعارفه ان هو مقلب وفي النهايه ضحك على الدقون. ارجوك ارجع تاني للسينما. انت اضعف مشوار واضعف تاريخ في جيلك كله، جيلك كبير. انت عارف ان احمد السقا ومحمد سعد واحمد حلمي وحتى روجينا ومجموعه كبيره، انت كنت طالع كويسه، كنت في السينما كويس جدا. لكن انا ما اعرفش انت حصرت نفسك ليه في برنامج بتقدمه كل سنه وخلاص، وفيلم اي حاجه في الكليتش، اخي فوق الشجره، ما اعرفش اي حاجه ما بينجحوش. واهو انت بتحاول ترضي نفسك على اساس بس ان ضميرك ما ينبكش انك انت ليك فيلم كل سنه. لكن صدقني يا رامز، انت لو ركزت اكتر ممكن تعمل كده، ومحدش منعك على فكره ان انت تعمل برامج، اعمل برامج، لكن لازم يكون ليها محتوى ومضمون. اخر حاجه عايز اقولها لكل الناس اللي شاركت في دراما رمضان السنه دي من اصغر واحد لاكبر واحد: شكرا، وكل التقدير وكل الاحترام وكل المحبه ليكم ان انتم حاولتوا تقدموا دراما كويسه، دراما جميله، حاولتوا ان انتم تنجحوا، حاولتوا ان انتم تقربوا من الناس. كان في مسلسلات بتناقش موضوعات اجتماعيه، كان في مسلسلات كوميديه عايزه تضحك الناس، ايا كان. لكن الهدف انا عارف ان كان الهدف الاسمى او الهدف الاكبر ليكم ان انتم تقدموا دراما كويسه. في ناس ربنا وفقها وفي ناس ربنا ما وفقهاش، ولكن في النهايه احنا مش هنفضل طول الوقت ناجحين. لازم يكون في اب تو داون، لازم يكون في ذبذبات. حتى خط القلب على جهاز القلب لما بيكون مستقيم الانسان بيكون ميت، لكن لازم يكون متذبذب طالع ونازل. شكرا ليكم، كل سنه وانتم طيبين.